لعبت السعودية دورا هاما في قضية الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر الدعم الدبلوماسي والمالي الكبير للمغرب في مسألة النزاع حول تلك الصحراء. المغرب الحريص على الدعم السعودي يشارك في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، ويشارك في التحالف العسكري الإسلامي الذي أعلنته الرياض أواخر 2015 لمحاربة الإرهاب، وهو ما خلق موقفا سعوديا داعما للمغرب في ملف الصحراء. ظهر بدعم مغربية الصحراء من قبل السعودية في مارس 2016 حين قال السفير السعودي بالمغرب أن المملكة السعودية تدعم الوحدة الترابية للمغرب بكل ما تملك، وإن زيارة مرتقبة لرجال أعمال سعوديين للأقاليم الجنوبية تعد رسالة قوية تؤكد السعودية من خلالها دعمها للوحدة الترابية للمغرب. وكذلك شكلت إقامة القمة الخليجية المغربية بالسعودية بحضور الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ونظيره الملك محمد السادس محطة مهمة في هذا الدعم، حيث خرج البيان الختامي للقمة ينص على أن قادة دول الخليج يؤكدون أن قضية الصحراء هي قضية دول مجلس التعاون، ويدعمون الرباط في ذلك. لكن طبيعة العلاقات المغربية السعودية شابه بعض الغضب من جهة السعودية بعد الأزمة الخليجية مع قطر، وذلك بسبب موقف المغرب المتمثل في إعلان العاهل المغربي الحياد الإيجابي في تلك الأزمة، بل وإرساله مساعدات غذائية لقطر. فسرعان ما تغير الخطاب الخليجي تجاه قضية الصحراء، قبل أن تنفي مصادر خليجية تغييرا في موقفها تجاه قضية الصحراء المغربية.